عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. المشكلة بيقعد معانا بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد إذن حضرتك أنا عايش بره مصر وخاطب من سنة تقريبا، والحمد لله ميسور الحال، والمفروض إني مجهز نفسي وشقتي للجواز في أقرب وقت، وحماية طلب مني ومصمم إن أمضي على القايمة، والعلم إنه ما جابش ولا ساعد في جوازي بأي شيء، أنا متكفل بكل حاجة. المفروض أعمل إيه؟ وللعلم خطيبتي كان سابق لها الجواز وما حصلش نصيب، وهي في منتهى الأخلاق والأدب والدين، وجودها في حياتي يساوي الدنيا كلها، وأنا متمسك بيها لآخر نفس. لكن فكرة إني أمضي على قايمة ده مضايقني ومش مخليني عارف أشتغل وأفكر. محتاج نصيحتك بمنتهى الصدق والأمان. احنا اتكلمنا كتير جدا في موضوع القايمة يا جماعة، إن القايمة دي حاجة مش في الشرع وده موروث يهودي، واتكلمنا في أكتر من مرة. بس في الأول والآخر كل واحد حر في تصرفاته، كل واحد حر في قراره، واتفاقات الجواز مش زي بعضها. يعني أنت ممكن في اتفاق الجواز بتقبل حاجة غيرك يرفضها، وكذلك العكس. ففي الأول في الآخر أهم حاجة في اتفاقات الجواز القبول والإيجاب والرضا. أنا رأيي طول ما انت متكفل بكل حاجه وحماك ما دفعش اي حاجه وما جهزش معاك ولا ساعدك في اي حاجه، فاياك ثم اياك تكتب القايمه. تمام؟ ان هو ما دفعش اي حاجه، هو عايز يكتب قايمه معاك على اساس ايه؟ انت كل حاجه جايبها بفلوسك. فصدقني انا حتى لو وصلت لا قدر الله الموضوع ينفصل، انا ده رايي. فصدقني ان الموضوع احسن. لا والله الراجل يقول لك انت عايزني اكتب قايمه، خلاص خش معايا، خليه هو ايه يساعدك. يعني مثلا ايه، يتفقوا مع بعض، مثلا الجهاز بالنص بالنص، شوف عليك ايه وهو عليه ايه، هو يجيب اللي عليه ويجيب اللي عليك ويكتب له القايمه. بس برضه لما تكتب القايمه ده الكلام ده ليك ولا اي حد، هتكتب القايمه اكتب الحاجه الفعليه اللي جات، اكتب السعر الفعلي اللي جات. ما تظلمش نفسك، ما تقولش مثلا ايه لا انا انا في نيتي خير. طب ما انت اكيد اي حد هيتجوز نيته خير. يعني مثلا اي واحد بيتقدم لواحده اكيد في نيته انها شر، لا وكذلك هي برضه. فالمقصد كله في الاول في الاخر سيبك من يقول لك انت مش شاريها، وانت لو شاريها، عشان نسمع قصه الافلام دي كتير، ويقول لك انت لو شاريها تمنع على ورق على بياض. طب ما هي مش القصه مش في كده. احنا دلوقتي كويسين مع بعض، يا عالم بكره بعده ايه؟ سبحان الله. يعني يا سبحان مغير القلوب. ده الواحد ده اكتر من الرسول قال لك ان الزمن اللي احنا فيه دوت، مثلا ان الراجل بينام مؤمن بيمسي مؤمن يصبح كافر والعكس. فسبحان الله، سبحان مقلب القلوب. يعني الموضوع دوت انت ما تحطوش في بالك ان من باب ان هي الثقه ومش الثقه، وان انا اكمل ومش هكمل. لا الموضوع ده منتهي. انت زي ما قلت لك مش هيجهز معاك حاجه وتشيل كل حاجه، فملوش يكتب قايمه. تمام؟ لا هيساعدك والكلام ده، فاكتب القايمه بما يرضي الله. في الاول في الاخر ده قرارك وبراحتك. انا قلت لك رايي واللي انت شايفه صح اعمل. بس نصيحه ليك، لو حماك سمع الموضوع دوت بلاش من الموضوع دوت خالص. ان ايه، سلم امرك لله. ان الراجل دوت بالفكر دوت بالعقليه دي هيتعبك جدا، وممكن يكون برضه، يعني مش عايز اظن ولا اظن في حد، ممكن هو مثلا بيعمل معاك كده عشان خاطر موضوع انت مسافر بره. وللاسف اغلبيه الناس بتجي لي مشاكل كتير جدا، ان الناس سبحان الله يعني بس تلاقي واحد ابن حلال او واحد انسان كويس بيقدم لبنتها، بس يعرف انه مسافر بره او معاه فلوس، فبيحبوا انه يجي عليه. فانا شايف ان الراجل ده هتتعبك جدا، وفي الاول وفي الاخر زي ما قلت لك ده قرارك، وربنا يسعدك يا فعل وشكرا. وفي النهايه نتمنى تكونوا فقنا في حل المشكله، وان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا، وهلاقي كل المعلومات تتصل بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك، لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير، وكذلك الشارك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء، ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وكذلك يا جماعه مقاطعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في فائده وفي رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.